في الأوان الأخيرة شفنا ارتفاع أسعار عالي قوي، كل يوم في زيادة كل يوم في زيادة. حتى أنا دايما بقول لما بعمل الريفيو على السكوتر أو المنتج اللي أنا بعمل عليه، والسعر بيبقى في وقت العرض. بس النهاردة احنا معانا الشركة دي لما دخلت ضربت في مين؟ ضربت على طول دايركت في ناس تانية كده حبايبنا اللي هي شركه SYM. النهارده معانا زونس M310 سكوتر. بصراحه انا بحس ان هو متميز قوي، حتى انا واحد من الناس ما بحبش اركب سكوترات قوي، بس سكوتر لفت انتباهي في الحاجات والاوبشنات اللي موجوده فيه. عاملين كده حاجات حلوه قوي في السكوتر ده. اولا السكوتر زي ما قلنا 310 سي سي. عايزين تعرفوا السعر هقوله لكم في اخر ريفيو، لو يهمك التوبيك ده تابع معايا لاخر ريفيو. بس السعر اللي انا هقوله ده مقارنه بالكروزين هتلاقوا ان في فرق كبير قوي بينه وبين الكروزين في السعر، وفي نفس الوقت هنا في اوبشنز اعلى بكتير من الكروزين. لو يهمك الزونس M310 سي سي موديل 2022 تابع معايا لاخر ريفيو. معاكم عمرو حسين من قناه مهر رايد، والنهارده احنا في معرض موتوركو موجود في سموحه. هتلاقوا اللينك وارقام التليفونات موجوده تحت الديسكربشن لو حبيتوا تتواصلوا مع المعرض. يلا بينا نشوف ايه قصه الكروزين 310 سي سي موديل 2022. يلا بينا. مبدئيا السكوتر كيلس من غير مفتاح، في سكرينه بتطلع وبتنزل، العداد LCD، في انتظار، في زرار الايكو. للناس ما تعرفش الايكو ده زرار هتلاقوه في العداد، هقرب لكم طبعا واوريكم. بيبقى الاي والاس ده بيقلل من حرق الوقود. عامل منطقتين تقدر تخزن فيهم حاجات في التابلو غير الشنطه اصلا. الفرامل امامي وخلفي ABS. للناس اللي ما تعرفش الفرامل باكن، بعد كده ABS، بعد كده CBS. برضو للناس اللي ما عندهاش خلفيه، طبعا اعلى حاجه في الفرامل تبقى CBS، هو هنا ABS. الركوبه بتاعت السكوتر بصراحه انا بحسها ركوبه متميزه جدا. رجلك بالوضعيه دي بتبقى انت حاططها، وفي مكان كمان تقدر تفرد رجلك. انا طولي حوالي 175، وزي ما انتم شايفين دي القعده بتاعتي. بتبقى انت القعده بتاعتك كده، ممكن بقى تعدل تعمل ظهر هنا، دي حاجه طبعا هراجع عليك. لو بظهر هيبقى الموضوع اريح شويه. لو جينا بصينا للسكرينه هوريها لكم لما بترفعها، نعمل كده بصوا كده بتنزل سكرينه بتطلع. طبعا في الكروزين مفيش الكلام ده، فهنا دي حاجه اعتقد كويسه. انت بقى حابب تخليها في الوضعيه دي اوكي، حابب تخليها في الوضعيه دي تمام. شايف تابلوها كويس. ميزه العداد LCD بيبقى باين حتى واضح قوي، حتى لو انت في ضوء النهار في الشمس برضو انت شايفه. حلو قوي كمان في السكوتر ده ان هو 4 مود، ودي حاجه كويسه. 4 مود اللي هو كاسل وريس وستريت وسيمبل. اعطيك 4 مود تقدر تمشي عليهم، ودي طبعا حاجه مش موجوده في سكوترات كتير. وحتى لو هتلاقي نفس الكاتيجوري ده في سكوتر تاني هتلاقيه برقم اعلى من هنا بكتير. كل حاجه هنا في السكوتر ده كله بزراير. تفتح التانك بزرار، هتفتح شنطه السكوتر بزرار، هتدوره بزرار، كل حاجه بزرار، حتى السكرينه تطلع وتنزل برده بزرار. زي ما انتم شايفين الفرامل زي ما قلنا ABS تمام. جهاز الفرامل شكل الطنبور، الفرده الاماميه، شكل الرفرف كده معمول مط مع رمادي لميع، شكل منتهى الشياكه والجمال. حاطين كاوتش كده على المساعد عشان يحافظ عليه، وبرده دي حاجه كويسه. عاملين ريفلكشن كده في المساعد. اما بالنسبه للاطار الامامي 110 80 14 جنط 14، نفس القصه فيه ريفلكشن من الجهه دي. نيجي بقى نبص للهيد الامامي بتاع السكوتر. بصراحه الهيد الامامي شكله حلو قوي في منتهى الشياكه والجمال. عاملين رينج هنا بينور، الاضاءه بالكامل LED. وهنطلع كده هنلاقي فيه سكرينه كبيره ما شاء الله زي ما قلنا، تطلع وتنزل بتكه زرار، ودي حاجه بصراحه انا شايفها كويسه. الاشارات يمين وشمال LED. هنيجي من الجنب ده، جنب السكوتر كده شيب كده شكله حاجه ما شاء الله. تقدر تحط رجلك هنا، تقدر تحط رجلك هنا، كله متاح ليك. المكان اللي بيسند على رجله راكب الخلفي نضغط كده بيفتح. الكواليتي بتاع زونس M بصراحه مخدوم جدا، من اكتر السكوترات اللي شفتها بصراحه مخدومه، تستاهل بصراحه ان انا ادفع فيها فلوس. هيقفل معاك. الاكزوست هنا ضخم وطويل شويه، فتحه واحده. السكوتر على 2 مساعد، في واحد هنا واحد هتلاقيه الناحيه الثانيه كده. في براكت داخلي غير البراكت الخلفي اللي بيتعلق عليه النمر. هنا المكان بتاع الزيت اللي انت بتغير فيه زيتك. للناس اللي بتسال، معظم السكوترات والموتوسيكلات بتلاقي جنب المكان بتاع غير الزيت مكتوب قد ايه بياخد. هنا بياخد 1 700 عشان الناس برضو اللي بتسال.
مش شرط تسال حد لان هو اوريدي بتلاقيه مكتوب. انا بقول للناس اللي بيبقى مكتوب عندها عشان في ناس ما بيكونش مكتوب عندها، يعني انت لو مكتوب عندك يبقى انت وفرت على نفسك وقت. هنيجي نبص هنا، ده جهاز الفرامل الخلفي زي ما انتم شايفين. الفرده الخلفيه 140 70 14، الجنوط امامي وخلفي 14. زي ما قلنا الفرامل امامي وخلفي ABS عشان في ناس بتسمعها EBS، هي ABS. نيجي نبص كده من الجهه الخلفيه، ده شكل البراكت. هنا المكان اللي بتحط عليه النمر، الاضاءه بتنزل من هنا في ريفلكشن. الاضاءه الخلفيه بتاعت السكوتر LED، ودي حاجه طبعا كويسه. عامل لك هنا مكان ل4 مسامير تقدر تحط فيه ظهر، تقدر تعمل فيه بوكس. ده راجع برده ليك. الكواليتي حلوه قوي. في سكوترات بيبقى ده جلد مقوى، هنا لا، هو عامله ماتيريال معدن، ودي حاجه برده كويسه. السكوتر ده من اكتر السكوترات اريحيه في الكرسي بتاع السواق. هتلاقوا ان كبير قوي ما شاء الله، التبطين بتاعه كويس، نوعيه الجلد مخدومه كويس. هتلاقوه مكتوب M كده عشان هو اسمه ايه، زونس M310. هنا ده الكرسي الخلفي. عايزين بقى نفتح الكرسي زي ما قلنا، هو بضغطة زرار. بس الاول نفتح السكوتر، نتك تك كده تلاقيه فتح معانا. نرفع كده، تزود بمساعد. في بقى برده حاجه الناس ما تعرفهاش، شايفين هنا هتلاقوا هنا ده المكان بتاع الباتري. انا دايما بحترم السكوتر ان البطاريه بتبقى تحت الكرسي. ليه؟ عشان الميه بتاعت الشتاء لما بتنزل، لما البطاريه بين رجلي ساعات بتسبب مشاكل، فهنا هي متصانه محطوطه تحت الكرسي، فدي حاجه كويسه. بلس بقى ان انت هنا بص الشياكه والجمال، بيديك العلبه دي تمام اللي انت بتستلم بيها المفتاح. بصوا حاجه في منتهى الشياكه والجمال. وجينا بصينا هي كده تفتح، هتلاقي ده النسخه السبير، والنسخه الثانيه لو جيت بصيت هتلاقي ان هو حاططها لك زي الابل واتش كده تلبسها في ايدك. هنيجي هنا هعمل لك جهاز شحن، ده نازل مع السكوتر، يعني اي حد هيشتري زونس M هيستلم الحاجات اللي انا بوريها لكم دي. هنا دي العلبه بتاعت المرايات تمام، وهنا بيجي فلتر زياده مع السكوتر تمام، وده بتاع البطاريه، ودي شنطه العده. دي حاجات بالظبط اللي انت المفروض تستلمها مع السكوتر بتاعك. وعامل لك كده درج كده حلو قوي تقدر تحط فيه اي حاجه مش عايزه تتبهدل في الشنطه. ده كده الشنطه بقى مساحتها يعني تسع معاك خوذه، يعني ممكن تاخد خوذه داخليه كده، ودي حاجه طبعا كويس. ركزنا هنا هنلاقي ان هو عامل لك كده نور. طبعا هو مش واضح قوي عشان احنا هنا في نور اضاءه، لكن انت لو واقف على طريق ومش شايف ايه اللي في الشنطه، اللمبه دي هتنور معاك وهتظبط الكلام. يعني هنيجي نقفل، هتنزل كده تكه قفل. الاضاءه الخلفيه LED زي ما انتم شايفين كده، مكتوب هنا في الجنب زونس. الكواليتي بصراحه الماتريال مخدوم قوي في السكوتر. هنا ده الرنج اللي كنت بكلمكم عليه، شكله حاجه كده خيال، عارف حاجه، عارفين كده جو ايرون مان. عايزين بقى نفتح المكان بتاع تانك البنزين. لو جينا بصينا هنا تك تك كده هتلاقيه فتح معاك، هتلاقي مكتوب هنا زونس. حاجه بسيطه جدا وسهله. نقفل كده قفل، مكتوب برضو هنا زونس. هنا التابلو ده فتح معانا، تابلو الناحيه التانيه فتح معانا، بس بشرط ان يكون الكيلس معاك في جيبك وقريب من السكوتر. يعني انت لو نسيته في البيت وحاولت تفتح مش هيفتح معاك. قفلنا كده. في النص كده عامل لك مكان تقدر تعمل فيه علاقه للهلمت، مكتوب زونس كده. المقابض وكتل، لفته سريعه، يد الفرامل الامامي. طبعا زي ما قلنا الفرامل ABS علبه زيت الباكم، زرار فصل المارش، زرار الايكو بتاع البنزين EUS بيقلل حرق الوقود. هنا نور التابلو، زرار المارش، يد بنزين، ومكتوب كده زونس. حاجات بسيطة بس بتدي شياكة قوي. هنلاقي هنا ان هو ده الزرار اللي بيفتح التانك، ده الزرار اللي بيفتح الكرسي. الناحية التانية هنا السلكت، وهنا المود، ده ليه علاقة بالشاشة هوريه لكم. علبة زيت الباكم التانية، زرار اللي بيرفع السكرينة، بصوا كده تك كده تاني تمام. هنا زرار الانتظار تمام. هنا اشارات يمين شمال في المستقبل. هنا زرار الفلكس. نبص كده، ده النور العالي والواطي، زرار اللاب او الباس او الفلاشر. بصوا الاضاءه حاجه في منتهى الجمال. يد الفرامل الخلفيه تمام، المقبض الشمال. هنا شكل العداد زي ما انتم شايفين، شاشه قد كده فيها كل حاجه، انتظار ABS، عداد الRPM والبنزين ولمبه التشيك والباتري. حتى لو بصيت هتلاقي الباتري محطوط لك 11.5 فولت. كل حاجه موجوده في الشاشه الصغيره دي. حتى لما بتنور النور عالي بص بيظهر لكم كده زي ما انتم شايفين. نخش كده على المود.
اول حاجه زي ما قلنا السكوتر 4 مود: كاسل، ريس، ستريت، سيمبل. الشكل في كل مره بيتغير معاك خارجي، تمام؟ للناس برضو اللي هي ايه مش عارفه كده. ريس بصوا قلب بقى الشكل مختلف تماما، وهكذا يعني كل مود بشكل تاني. هنا الساعه، هنا الباك لايت اللي هو الاضاءه من 1 لحد 5 او تخليها اوتو. هي في المعظم الناس كلها هتعملها اوتو. وهنا بتاع الكيلومترات واللانجوج اللغه البلوتوث، وهنا اللي بيعمل كونكت مع اندرويد ولا مع ايفون، وهنا التمبت، وهنا بتاع التاير زي ما انتم شايفين. هنا الانفورميشن عن السكوتر. بس كده شاشه بسيطه قوي وفيها كل حاجه. هنمسك فرامل عشان ندور تكه كده. تكه موضوع بسيط، حاجه في منتهى الجمال. هوريكم بقى الحاجه اللي انا بحبها في السكوتر ده. لو جينا بصينا هنا هنلاقي ان في كده هيدن لايت موجود في الزراير، لونه احمر، عاطي بصراحه شكل في منتهى الشياكه والجمال. زي ما انتم شايفين الاضاءه في الكامل بتاعه السكوتر زي ما انتم شايفين. ده النور الواطي، هرفع لكم النور العالي. ده النور كده العالي، بصوا عالي واطي تمام، بالاشارات في منتهى الشياكه والجمال. هنيجي نشوف شكل السكوتر من ورا بالاضاءه برضو. ده كده الشكل الخلفي، النور اللي بينزل على النمر، اشارات، نور خلفي، كله في الكامل LED. دي حاجه كده بصراحه في منتهى الشياكه والجمال. هنعمل زرار الفصل. عايز تقفل السكوتر هتدوس تكه مطوله كده، هتلاقي فصل معاك تمام. هتتك تكه بسيطه كده هيفتح معاك. بس ده يعتمد ان انت المفتاح الكيلس يكون في جيبك او انت تكون لابسه في ايدك. يبقى تكه طويله كده هتلاقيه قفل معاك تمام. الدبوس الجانبي بجهاز الفصل، في هنا سناده نص زي ما انتم شايفين. على فكره السكوتر بجد كبير مش صغير، عشان في ناس بتقول ان هو صغير مش في نفس المقاس بتاع الكروزين. اعتقد ان انت السكوتر الكبير داخل البلد على فكره ده يعسفني، مش حاجه حلوه. ده سكوتر المقاس بتاعه انا شايفه ان هو كويس، وفي نفس الوقت هو 310 سي سي، الكواليتي بتاعه ما شاء الله. بالنسبه لسعر السكوتر ده عامل في معرض موتوركو 93,000 موجود في المعرض. هحط لكم تحت اللينك وارقام التليفونات في الديسكربشن لو حبيتوا تتواصلوا مع المعرض. مش تعمل لايك وسبسكرايب وشير وقبل كل ده ما تنساش تفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد اول باول. لو عندك اي سؤال او مقترح احنا متفقين هحط تحت في الكومنت وان شاء الله هرد عليك. لو عايز تعمل مقارنه بين اي بايك وبايك او اي سكوتر وسكوتر، او لو عايز تعمل ريفيو معين عن بايك معين او سكوتر معين هحط تحت في الكومنت وان شاء الله هعمله لك. ولو عندك اي مشكله بتواجهك في مجال الموتوسيكلات او السكوترات حط لي تحت في الكومنت وان شاء الله هتواصل معاك. اتمنى ان انا اكون بفيدكم حتى ولو 1%، واشوفكم ان شاء الله الريفيو الجاي. سلام.